جدا. هنعمل بسبوسه بدون اي افتكاسات ومن غير فرن وحاجه سهله بجد وبسيطه تعجبكم كلكم باذن الرحمن. احنا كنا قاعدين بالليل كده، لقيت عندي ايه، عايزين ناكل اي حاجه حلوه بصراحه، فلقيت عندي كيس بسبوسه. طيب يا دودو لسه هتقومي تعملي وفرن ونظام؟ قلت لا انا هعملها سريعه مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط على البوتاجاز. جبت كيس البسبوسه وكوبايه كوبايه سمنه وكوبايه السكر فقط لا غير. هنحط هنا يا حبايب قلب على البوتاجاز من فوق الحاجه اللي هنشتغل بيها. يعني انا جبت طاسه نحط فيها، حطيت كوبايه السمنه وهنزل عليها بكيس الايه البسبوسه. بس كده. اه بس كده سهله جدا زي ما انتوا شايفين. يا سلام بقى يا حبذا لو حطيتوا السمنه دي تكون سمنه بلد، طبعا البسبوسه بتعشق السمنه البلد، بس بامانه كان عندي سمنه نباتي وقلنا مفيش مشكله هنعمل بيها برضه وتطلع حلوه باذن الله. المهم يكون السمنه نوعها كويس وحاجه جيده عشان تعمل ايه طعم حلو وريحه حلو للبسبوسه.